على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. درس علم المنطق. أنا بس أبين مقدمة صغيرة جدا. إخواني وأعزائي، عندي المنطق أو النحو عبارة عن علوم آلية. المنطق آلة. شنو معنى آلة؟ الآلة التي تتوسط بين أمرين أو لإنجاز أمر معين. الآن أنا أضرب مثال كلش بسيط. يعني حجي أيوب الله يحفظه عنده مثلا بسمار. هذا البسمار يريد يدقه وين؟ بالحائط. البسمار موجود وإيد الحج السالم إن شاء الله موجودة. يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى آلة. يأتي بالمطرقة يمسكها بيده، يبدأ يضرب على هذا المسمار إلى أن يدخله في الحائط. طيب، يده موجودة الفاعلة، المسمار المنفعل موجود، لكن يحتاج لكي ماذا؟ يؤدي الغرض من هذا المسمار إلى ماذا؟ إلى آلة. فتوسطت آلة وهي المطرقة ما بين يده وما بين المسمار. أنطي مثال آخر. يريد يكتب، الورق موجود ويده موجودة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى آلة للكتابة، وإلا لولا هذه فكيف يكتب؟ إذن فلما يمسك بالقلم يكتب به ويؤدي غرضه من خلال هذه الآلة. المنطق إخواني نفس الحالة. شوفوا لما أخذنا النحو الكلمات موجودة عند الإنسان باللسان. اللسان اللي هو اللسان اللي هو مولاي المتكلم أو الإنسان المتكلم. هسه ترتب الطولي ما له علاقة به، لكن اللسان التفتوا. اللسان هو فاعل الكلمات. الكلمات هي المنفعلة والخارجة من هذا اللسان أو عن طريق هذا اللسان. لكن الفاعل للكلمات اللي هو اللسان موجود، والمنفعل باللسان وهي الكلمات أيضا موجودة. يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى آلة علم لكي تكون هذه الكلمات تخرج وفق النحو العربي الصحيح. فجئنا إلى علم النحو. إذن في علم النحو توسط بين آلة الكلام وهي اللسان وبين الكلمات اللي هي المنفعلة. كانت هنالك آلة متوسطة بين الطرفين فسميت ماذا؟ بعلم النحو. المنطق نفس الحالة. الإنسان، العقل، الذهن، ما شئتم فعبروه، موجودة، لكن الأفكار أيضا موجودة. الإشكال وين؟ الإشكال في ترتيب الأفكار، في صحة الأفكار، في الانتقالات الذهنية الصحيحة بين الأفكار لكي تؤدي إلى نتائج صحيحة. جاء العلماء وقالوا الإنسان هو منطقي بطبعه، يحب الترتيب المنطقي، الأفكار المنطقية. فجاءوا قالوا نرتب طريقة التفكير الإنساني عن طريق علم. هذا العلم يسمى بماذا؟ يسمى بعلم المنطق. لذلك علم المنطق مو النطق بمعنى الكلام. علم المنطق بمعنى ترتيب الأفكار والانتقال من المقدمات الصحيحة إلى ماذا؟ إلى النتائج الصحيحة. هذا ما يسمى بعلم المنطق. ولكن سؤال أساسي. هذا العلم يعني خلينا نسميه اختراعي لو علم تشذيبي تهذيبي؟ نقول لا. حتى أرسطو في كتبه المنطقية وصولا إلى الشيخ الرئيس وصولا إلى الفارابي رحمة الله على روحه الطاهرة، وصولا إلى الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله على روحه، لما جاءوا للمنطق عبارة عن تجذيب وتهذيب وتنمية علما للمطالب المنطقية. وإلا الإنسان بحقيقته الله خلقه مفطور على الله خلقه مفطور على التفكير. جعل لكم السمع والأبصار، هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. بعد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني إن شاء الله السمع وأبصار وبعدين الأفئدة. هذا شغل بلطيف يعني منطقي نستطيع من خلاله المعرفة أنه لماذا قال السمع، لماذا قال البصر، لماذا قال الأفئدة. هل أن العلوم لدينا من باب الحواس؟ هل أن العلوم لدينا فطرية؟ على اختلاف المذاهب بين ديكارت بين جون لوك، أيضا عندهم
مذاهب بهذه المسألة، لكن الآن ما أريد أخوض بهذه المسائل. أريد أصل إلى نتيجة أن المنطق عبارة عن آلة بين الطرفين، بين العقل المفكر وبين الأفكار الناتجة من العقل. شغل ترتيبي تنظيمي. شغل ماذا؟ ترتيبي تنظيمي، من مقدمات صحيحة إلى نتائج صحيحة، هيئات صحيحة، مواد صحيحة كما سيأتي. كل هذه عبارة عن فذلكة علم المنطق. فذلكة علم المنطق. مولاي حج أيوب وصل كتاب للجميع إن شاء الله حتى أبدي أقرأ وأطبق. تفضل شيخنا تفضل. أنا أقول الكتاب وصل أو لم يصل مولاي أبو أحمد؟ يعني أنا حملته وطلع عندي الكتاب، ما يعني أي واحد حملته تحميل سريع. وين حملته؟ بالحفرية لو بالزبيدية؟ لا والله بغداد السلام صدق. يلا إن شاء الله خير. زين إخواني وأعزائي نقرأ. لاحظوا، شوف إخواني، الدرس الأول تعريف علم المنطق وبيان أهميته. تعريف علم المنطق وبيان من يقدر يعرف لي تعريف؟ زين. قال: من الواضح أن عملية التفكير ترافق حياة الإنسان منذ أن تبدأ مدركاته بالتفتق والانفتاح، وهذا التفكير له مراحله التي يشترك بها مع الحيوان. ممكن تفكير يشترك بها مع الحيوان في مراتبه الأولى كما في العلوم الحسية. العلوم الحسية احنا نشترك وياهم. نشوف راح يبدأ بالترقي من المدركات الإنسانية اللي هي أول شيء مولانا المدركات الحسية، ابتداء من السمعي والبصري والذوقي والشمي واللمسي ومشاكل ذلك، اللي هي تعتبر مفتاح العلوم الحضورية، العفو الحصولية. إن شاء الله نأتيه مفتاح العلوم الحصولية. الآن بالسمعي يكتسب علما، بالبصري يكتسب علما، بالذوق يكتسب علما، بالشم يكتسب علما. شوفوا انتم مثلا الطفل الصغير، الطفل الصغير أول ما يبدأ مولانا يعني يلقى على صدر أمه، يبدأ مولانا يلتقم يعني يشرب الحليب وكذا، بس مو الرضاعة الكبير لا أتكلم عنها، لا أتكلم عن الرضاعة الصغيرة. يلتقم مولانا الثدي ومباشرة يبدأ لما يجوع، هذا تذوق. لما يجوع يبدأ بماذا؟ يعبر عن جوع، يريد جوعان. يبدأ يعبر عن ماذا؟ يبدأ يعبر عن يعني حالة الجوع عن طريق الصراخ. يبدأ بمولانا بشرب الحليب مباشرة يهدأ. لماذا؟ لأن عنده صار علم صورة ذهنية رغم صغره أن هنالك ما يسكن ويشبع جوعه. هذه المسألة إخواني مو حكرا على الإنسان، حتى الحيوان عنده إحساس، أيضا عنده الشم وعنده الذوق وعنده البصر وعنده السمع. فلذلك لما كانت هذه المسألة متوفرة للإنسان وللحيوان فلا ميزة ما بين الإنسان والحيوان في هذه المسألة. لاحظوا التي ترد إلى ذهن الإنسان عن طريق الحواس الخمسة الباصرة. شو أعيد العبارة: من الواضح أن عملية التفكير ترافق حياة الإنسان منذ أن تبدأ مدركاته بالتفتق والانفتاح، وهذا التفكير له مراحله التي يشترك بها في مراتبه الأولى كما في العلوم الحسية. هنا يطرح سؤال. إذن في العلوم الحسية الإنسان مع الحيوان أكو فرق بيناتهم؟ في العلوم الحسية يعني استقبال الصور من خلال الحواس، أكو فرق بين الإنسان والحيوان؟ لا، لربما الحيوان أفضل من الإنسان. يعني الآن لما أنظر إلى الإنسان وبصر الإنسان وبصر الصقر، من الأقوى؟ الصقر. لما أذهب إلى شم الإنسان كرمكم الله وشم الكلب، إلى شم الإنسان وشم الكلب أقوى. لما أنظر إلى سمع الإنسان مع سمع الفرس، ويقولون مولاي أنه الفرس يستطيع أنه يسمع أكثر من 20,000 هرتز، ولذلك يشعر بالزلزال قبل أن يقع فيبدأ يرمح برجليه ويصهل. إذا أحيانا هذه العلوم الحسية، التفتوا لي زين، هاي العلوم الحسية قد يكون الإنسان أقل من حتى الحيوان. نعم هنالك اشتراك، لكن أكو تفاوت بالمراتب. فقد يكون ماذا؟ يكون الحيوان أفضل حتى من الإنسان في هذه المجال. فهل أن العلوم الحسية هي التي تميز الإنسان عن الحيوان؟ أبدا، كلا
وألف كلا، بل قد يكون الحيوان أفضل من الإنسان. لهم قلوب، هسه بعدين يأتي إن شاء الله ما نستعجل، التي ترد إلى ذهن الإنسان عن طريق الحواس الخمسة: الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة، ويبدأ بالتلفيق بينها والتصرف. تلفيق شنو مولا تلفيق؟ يعني يجمع شيء إلى شيء ويدخل شيء مع شيء، يلفق هذه إلى هذه. مو تلفيق تهمة، لا، تلفيق يعني يشكل خليط والحكم عليها. وهذا ما يحدث لكثير من الحيوانات غير الإنسان، إلا أن ذهن الإنسان ينضج وينمو شيئا فشيء حتى يصل إلى المرحلة التي تميزه عن الحيوانات يا مرحلة، وهي مرحلة لها خصائصها ومقوماتها التي جعلت الإنسان مكرما ومفضلا على غيره من المخلوقات. إذا مو بهاي، أكو عندي مراحل شوية شوية تساعد الإنسان سب الحركة الجوهرية كما قال الملا صدره، أو بأساليب أخرى أنا الآن ما أريد أخوض بها إن شاء الله تعالى. لكن هنالك سير، خل أسميه صراط فكري علمي يسير عليه الإنسان، ابتداء من العلم الحسي خيالي متخيلي الجمع بينهما الوهمي الجزئي إلى العلم الأكمل. هذا السير الصراط العلمي يستمر إلى أن يصل الإنسان إلى تلك المرتبة التي كان بها الإنسان إنسانا. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فيبدأ الإنسان بالاستدلال، يستدل ويعلل، والاستنتاج والحكم والتصرف بمعلومات الذهنية بما يسع ذلك وما أوتي من قابلية واستعداد. لاحظوا كلمة قابلية واستعداد، يعني هذا اللي يسمونه الاستعداد الفطري. الاستعداد الفطري، خلونا أبين لكم هاي المسألة. الآن أنتم أعماركم كلها تشوفون مثلا النمل بيته واحد جوا القاع، الطيور نفس الأعشاش ونفس الطريقة والميكانيكية وكذا. بس قوة المتخيلة عند الحيوان موجودة لو ما موجودة؟ يعني هذا الحيوان لما ينظر إلى المعطيات التي أمامه يستطيع يوميا يكون له شكل جديد لبيوته وأعشاشه، لمساكنه. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أو أنه عندهم قولبة واحدة، ما عندهم قدرة على تجميع الصور وتكوين شيء جديد. الظاهر والله العالم أنهم ما عندهم قدرة الحيوانات. أما الإنسان الصور اللي عنده يستطيع أن يتصرف بها، أن يكون بها. شوف، يوميا جهاز جديد، يوميا بناء جديد، أنواع وأشكال. إذن هاي القدرة التصرفية عند الإنسان، هاي القدرة التصرفية عند الإنسان اللي الله أعطاها له، بإمكانه أن يبدع ويستمر في حياته إلى أن يوجد أشكال وصور ونماذج جديدة. وبالمناسبة ترى بالعكس أيضا، يعني هذا بالنسبة لما يرضي الله، وأيضا علما لإرضاء الشيطان ممكن، لإرضاء النفس الأمارة أيضا ممكن. يبدأ عنده تصرف ويوجد أمور ومعاصي وأسباب لعصيان الله بما شاء. تلاحظون شلون؟ البحر مولاي حج أيوب، شفتوها المناظرة ويا شيخ زين العابدين أكيد؟ شفتوها؟ اي شفناها ونقلناها هنا مولاي. نقلتوها، أنا كنت وياكم شوية. الآن البارحة من إجا هذا على الأزهري يقول الفئة الباغية هم الشيعة. يعني يا شيعة أمير المؤمنين شيعة علي. تلاحظ شلون؟ يعني أصبح علي من هو إمام الفئة الباغية؟ المؤمنين والعياذ بالله. أحسنتم. شوفوا القدرة هاي، صار عنده قدرة. شوف كون ذهنه، لأن أكو مقدمات نصب وبغض أهل البيت. هذا ذهنه بدأ شنو يتصرف؟ كون عنده مجموعة من الصور بس شيطانية أدت بالنتيجة إلى هذا القول. لذلك إن شاء الله إخواني وأعزائي، أكو في الإنسان يوجد قوتان. القوة اللي يسمونها الملكية الإلهية، اللي هي من عالم النورانية، اللي دائما تسعى إلى مرضاة الله. وأكو القوة اللي يسمونها الشيطانية الظلمانية، هذه تكون دائما طاعة علما للشيطان وللنفس الأمارة. فعلى ضوئها شبيه الإنسان، على ضوئها إما أن يترقى إلى المرتبة النورانية الإلهية، وإما أن يتسافل إلى المرتبة الظلمانية الشيطانية. تلاحظون شلون؟
لذلك البارحة لما قال شوفوا بالله يعني تطبيق عملي هذا، لما قال الشيعة يعني علي بالنسبة لهم أصبح والعياذ بالله إمام الفئة الباغية، وأصبح علي داعية علما إلى النار، وأصبح معاوية داعية علما إلى الجنة. نعم مولاي، تحكمت القوة الشيطانية الظلمانية بهذا الإنسان، أدت به بالنتيجة إلى هذا الأمر. وإلا لو كان هو وفطرته، لو كان هو وفطرته، خلينا نسوي مفعول معه، هو وسجيته، ما قال هذا القول أبدا، ما يقوله. لكن لأنه بغض أهل البيت، شوف إخوان وأعزائي، الفجور في الخصومة. ليش الإنسان دي يصير عنده فجور بالخصومة نوبات؟ الآن أنا أكره حج أيوب. الإمام علي ماذا قال؟ لا يطلب النصر بالجور، ألا وأن معاوية ليس بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر. إذن هنالك مبدأ ميكافيلي اللي هي الغاية تبرر الوسيلة عندهم، واللي هي مولاي للأسف نظرية سياسية بحتة، لكن الوهابية أنا حسب قراءتي حولوها إلى نظرية دينية. أنا أهم شيء شو أسوي مولاي؟ أنه أشنع على الشيعة، أبطل حجج الشيعة هسه بحق أو بباطل. وإلا هذا الإنسان الباحث بصراحة أنا ظليت أمل أقول ليش هسه الإنسان هذا مثلا تصل به المرحلة إلى يقول الفئة الباغية هم الشيعة، يعني يا شيعة علي. طيب هو ما يدري أنه مثلا كان من البدريين مع أمير المؤمنين حوالي 120 إنسان، كان من أصحاب الشجرة حوالي 400 إنسان. وإذا تقول الفئة الباغية يعني أنت بيعة الشجرة هذول اللي تقول لا يدخل الجنة أو لا يدخل النار، شخص بيعة هذول كلهم ويا علي كانوا، أغلبهم خلي أقول ما أقول كلهم، يعني 99.9%. البدريون اللي اعملوا ما شئتم فقد غفر الله ولعل الله طلع على أهل البدر هذول كانوا ويا علي. أنت شنو سويت هسه؟ أنت هدمت دينك ونقضت دينك عروة لما تقول شيعة علي يعني اللي كانوا مع علي بن أبي طالب عليه السلام. فهاي مولاي القوة الشيطانية. أنا وين شاهد كلام هاي العبارة الأخيرة، خلينا نعيد قراءتها. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فيبدأ الإنسان بالاستدلال والتعليل والاستنتاج والحكم والتصرف بمعلوماته الذهنية. نعم مولاي، يبدأ بالاستنتاج، بالاستنباط، بالتعليل، التصرف في معلوماته الذهنية، إما بالنورانية الإلهية وأما بالظلمانية الشيطانية. ما عندنا شيء بالنص، لاحظين شو المسألة؟ نكمل. بما يسعه ذلك بما أوتي من قابلية واستعداد. شوفوا ما أوتي من قابلية واستعداد، عنده استعداد للترقي في المجال الله، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يتصاعد في ذلك الأفق والألق الأعلى ممكن، يريد يتسافل ممكن. الخيار بيدك، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ينطي ربك، يعطيك القدرة والطاقة والمكنة على الفعل، لكن الخيار بيدك، حتى لا تأتي باكر يوم القيامة يقول الله تعالى أجبرني والعياذ بالله أو ما شاكل ذلك. أكمل. التي يمارسها الإنسان هذه قد يشوبها الخطأ نتيجة لملابسات وظروف ذاتية وخارجية. يصير عنده مولانا ظروف ذاتية وخارجية تؤدي النتيجة ماذا؟ إما مرض داخلي عنده، بس مرض عوق ذهني، عوق نفسي، نصب والعياذ بالله، بغض الأهل البيت، تؤدي بالنتيجة إلى نتائج خاطئة قد تكون طامة. زين شو العبارة؟ التي يمارسها الإنسان هذه قد يشوبها الخطأ نتيجة لملابسات وظروف ذاتية وخارجية كثيرة، فيحتاج حينئذ إلى علم وميزان يصون فكره عن الخطأ ويعصمه من الزلل ويعلمه القواعد الأساسية للتفكير الصحيح. يحتاج إلى قواعد علما للتفكير الصحيح، لا يبقى عنده زلل، لا خطأ، لا شطح، لا دم ولا حات انزلاق إلى الهاوية والعياذ بالله. تلاحظون شلون؟ طيب من الزمان لحظة مولانا أبو يوسف، ممكن بس تذكر العبارة اللي بعدها وبهذا يتضح عندك؟ مو هاي؟ لا يتضح أن علم المنطق من العلوم الآلية. هذا كافر، بس أنا أتحدث. وبهذا يتضح أن علم المنطقي من علوم الاستقلالية والآلية، لا نقول الآلية، وهي العلوم التي لا تدرس من أجل تعلم نفس مسائلها وحسب، وإنما تدرس إما
لغيرها من العلوم كعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه يدرس لغيره من أجل استنباط الحكم الشرعي، الذي يدرس من أجل معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وفي مقابل ذلك العلوم الاستقلالية اللي تطلب لذاتها من أجل تعلم نفس مسائلها كعلم الفقه والطب. شوفوا إذا صار عندي كم نوع؟ كم نوع عندي؟ صار عندي علوم آلية وعلوم استقلالية. العلوم الاستقلالية شوف يقول التي تدرس من أجل تعلم نفس كالفقه والطب، فعلم المنطق يزود بقية العلوم كافة بالقواعد العامة للتفكير الصحيح، لأن التفكير يصاحب كل العلوم ما يصاحبها. وهذا التفكير كل العلوم شوية تفكير، وهذا التفكير إذا لم يقع للأسس التي أرساها علم المنطق لا يمكن أن يكون مصيبا ومنطبقا على الواقع. نعم، لا بد للدارس أن يراعي هذه الأسس. يعني أنا قرأت علم النحو بس بالجانب العملي ما دبرته وما يرحب شيء، لأن هاي العلوم علوم عملية، لا علوم ماذا؟ لا علوم نظرية، هذه العلوم عملية ميدانية. حجي أيوب ايش هذول جماعة كمال الأجسام؟ اليوم الشيخ مصطفى ما قدرت تعرف هذا، بس يتعرف على هاي الأدوات يصير كمال الأجسام لو يمارس أكيد. كذلك علم المنطق وعلم النحو مو بس تتعلم مسائل، لابد تمارس، لأن هاي العلوم علوم عملية، هاي مو علوم شنو؟ مو علوم نظرية. زين؟ نعم، لابد للدارس أن يراعي هذه الأسس ويلتفت إليها عند الحاجة ويحكمها، أو أن يلتفت أن يحكمها، زين، ليتوصل إلى النتائج السليمة، ولا يكتفي بدراستها وحفظها فقط ثم يغفلها عند التطبيق والممارسة. لا أقول وياك دائما وعملية التفكير، وهذا الأمر جار أيضا في بقية العلوم. فدارس علم النحو يتعلم حكم الفاعل والمفعول والمضاف إليه وغير من الناحية الإعراب نظريا، ولكنه شنو؟ لا يكتفي بهذه المعرفة لإدراك غاية العلم، وهي صون اللسان عن اللحن والخطأ. لا بد أن يطبق ما تعلمه على الكلام الذي ينطبق به. ولأجل هذا كله عرف علم ماذا؟ علم المنطق بأنه ماذا؟ آلة قانونية تعصم مراعاة والذهن عن الخطأ في التفكير. هاي خلاصة الكلام، هو عبارة ماذا؟ عن آلة قانونية. زين، آلة قانونية يعني آلة قانونية عبارة عن قوانين تعصم مراعاتها، يعني بالمراعاة بالاستعمال بالاستخدام تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ عند إجراء العمليات الفكرية أو عند التفكير. بس شنو الفرق بين التفكير والفكر يأتي. زين، الدرس الثاني منهجية البحث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.